الأول بنبارك لضياء الدين داوود، عاطف مغاوري، عبد المنعم إمام على فوزهم في الانتخابات. الناس دي قالت كلمة حق ومصرة تخش المجلس تاني عشان تستمر في كلمة الحق، وفي وعد كده ميثاق بينها وبين المستأجرين ان هيتم تناول قانون الإيجار القديم بشكل ما، إعادة قراءته، يعني مش هنسبق الأحداث، هنشوف بس الدنيا هتمشي ازاي. مونيكا مجدي لم يحالفها الحظ، لأن هي مجتهدة، هي حد كويس، لكن أنا أعتقد هي بذلت مجهود في الشو الإعلامي أكتر من طرح أفكارها. يعني هي حلوة قوي فكرة العجلة، حلوة قوي فكرة إنها تنزل للمرشحين، لكن كان ضروري تطرح أفكارها، تطرح رؤيتها. يعني لما تبقى مع مجموعة قاعدة على القهوة ويبقى نقاشهم، كنا هنحترمك أكتر لو أنت جاية على رجلك مش جاية في العجلة، وهي تنساق لهذه المناقشة. مش عارفة دي قلة خبرة مثلا، ده عدم وضوح رؤية ليها، ده ارتباك، ده رغبتها في الحصول على رضا الناس، فده اللي خلاها تخش في النقاش. فلازم لما نخش في نقاش مع حد ما اسمحلوش يسحبني في اتجاه المناقشة اللي هو حاططها. يعني هي كان أولى بيها، هو بيقول لها انت جايه بعجل ليه انت لو جايه على رجلك انا احترمك اكتر. فكانت تقول له لا، هتحترمني وهتعزني وهتنتخبني لان انا بطالب بكذا كذا 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 كذا، وتعرض رؤيتها. اشكر الاول كل الناس اللي في دواير عبد المنعم امام وضياء الدين داوود، عاطف مغاوري، احمد بلال. كمان عرفت ان احمد بلال دول من اهم واقوى النواب اللي كانوا بيدافعوا عن المستأجرين داخل المجلس. فانا بشكر النواب، بشكر الدوائر اللي فيها النواب دي وانتخبتهم بجدارة. ده دليل على ان قوة المستأجرين قوة لا يستهان بها. انا بشوف ان الامر كده اتحرك في شكل ايجابي، في ان الناس فهمت وبقى عندها وعي بالامر، وبقى عندها وعي وفهمه الانتخابات رايحه فين، مجلس الشعب ده هيفيدني بايه، ننتخب مين. حتى اللي في دايرته الناس هو شايف انه مش عاجبينه، مش هيحققوا الاهداف اللي هو عايزها، بيعمل ايه؟ بيبطل صوته. امر سهل. اولا نهني ضياء الدين داوود وعاطف وعبد المنعم امام مغاوري وعبد المنعم امام والمحترم اولاد المحترمين، ضمنهم برضو الاستاذ عاطف مغاوري. ده عاطف مغاوري حبيبي، عاطف مغاوري ده من دول هم دول اسود الحق مصر والله. صحيح، دول اسود الحق. راجل محترم، اتعاملت معاه على المستوى الشخصي، راجل محترم جدا 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 وامين جدا جدا جدا، خصوصا على القضيه، خصوصا مع المستوى. دول الاسود المجلس اللي جاي ان شاء الله.